السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم ان شاء الله حتى شي خير. البنات غادي نبدا معكم هذا الفيديو يعني من العشيه، من الليل تقريبا حتى لغدا يعني باذن الله. هنايا البنات المهم انايا نضت هكايا كنصب الغديوه ديالنا، يعني هكايا ديما كنطيب هكذايا الغدا كنطيبو هكذايا في الليل، خصوصا الا كان هكا شي طاجين ولا شي حاجه اللي غتشد ليا اليد كنطيبها هكذايا في الليل باش ولا غدا ليه ملي كندخلوا من الخدمه كنلقاوها موجوده. هنايا البنات بغيت ندير واحد الطويجين ديال هكايا اللحيمه والقريعه خضراء، بشويه ديال الزعتر والسمن، كتجي البنات بنينه كتجي لذيذه، انايا الصراحه كتعجبني بزاف، وخصوصا البنات الا كانت هكذايا مع اللحيمه الغنمي كتجي رائعه. صافي المهم شلت هكذايا واحد جوج بصيلات صغارين، يعني كيف ما كتشوفوا هكايا معايا في طاجين. درت اللحيمه، المهم اللحيمه البنات ما تديوش عليها، راني جابدها من المجمد نيشان حطيتها في الطاجين. صافي غادي نقليها حتى غادي يعني حتى غادا تطلق راسها وغادي تقلى مزيان، عاد من بعد غادي ندير لها العطريه. صافي المهم هنا كيف ما قلت لكم قطعت واحد جوج بصيلات صغارين، درت هكايا داكشي اللي قسم الله البنات ديال اللحيمه، زدت عليها واحد شويه ديال الزيت، غادي نضيف عليها مليحه فقط. صافي غادي نديرها فوق البوطه، غنقص عليها البنات العافيه وغنخليها كتقلى مزيان، يعني حتى غادا تقلى وداك اللحيمه غادا تطلق ما غتبقاش هكا يابسه. وعاد من بعد البنات ان شاء الله غادي ندير العطريه. انا هذه هي الطريقه البنات اللي كندير دائما، لان راكم عارفين بحكم الخدمه وداكشي ما يمكن ليش تنجي عاد نبدا نطيب، كنطيب هكذا في الليل، خصوصا شي حاجه يعني اللي ما غاديش تقصاح ولا غادي تخسر ولا، يعني كنطيبها بالليل وكنخليها مازال الا كنت غندير بطاطا ولا شي حاجه اخرى يعني راه كنخليها حتى كنجي وعاد كنقضي. صافي هنايا درت شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، غادي ندير شويه ديال الخرقوم. صافي وغادي يعني غادي نخليها البنات كطيب. درت واحد شويه ديال الثومه هكا شي 3 الفصوص قطعتهم غير هكا وصافي. انا البنات ما كنديرش دائما، ما كنديرش الابزار هكا الا كنت غنقلي، ما كنديرش البنات البزار، لان البزار يعني ملي كيدار هو اللي كيخلي ان الطاجين كيلصق. شتي راه تقدروا طيبوها كاع حتى الاخر، يعني حتى طيب اللحم وكلشي عاد ديروا العطريه وماشي مشكل، لان البزار هو اللي كيخلي الطاجين كيلصق. صافي المهم قطعت هاد القريعه هذه كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل. من بعد غادي نضيف ليها شويه ديال القزبره ومعدنوس، غادي نضيفها البنات واحد المعلقه هكايا صغيره ولا المهم القياس ديال السمن. غادي ندير السمنه البنات في الاول صافي وغادي نخليها كطيب. عرفتي راه كتجي بنينه البنات كتجي لذيذه. انا الصراحه كتعجبني كيف ما قلت لكم، خصوصا الا كانت هكا مع الحماد الغنمي، الله كتجي رائعه. المهم البنات صافي درت عليها واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، كيف ما قلت لكم غادي ندير شويه السمن. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها طيب، نخليها طيب على خاطرها ما غادي نمرقها البنات ما حتى شي حاجه. يعني هذاك داك البصيله هي اللي غادا تطلق داك المويه ديالها، وداك الخضيره حتى هي غتطلق داك المويه ديالها. صافي المهم حتى غادي طيب. من بعد البنات درت هكا واحد شويه ديال الماء هكايا غليان، درت فيه شويه ديال ليباط يعني هكا باش ندير شليضه وصافي. هنايا البنات هادي راه لا غطى ليه، انا يلا دابا هنا كدخلت هكا من على برا باقا بحوايجي. صافي حكيت واحد شويه ديال الزعتر، ما بغيتش البنات ندير الزعتر يعني في الليل باش ما يطلقش داك المروره، انا خاصني غير النكهه ديالو هي اللي تكون، هو كيسخن داك الطاجين. انا حكيت هكا واحد الحكه ديال الزعتر. صافي هنايا البنات شليضه لي باط مع شويه ديال الطون، شويه ديال المايس، هكا شويه ديال المعدنوس، مليحه، الابزار. واخا يعني لي باط راني صالحه هذا سلقاها بالملحه، ولكن ضروري واحد شويه ديال التنسيمه. صافي ودرت واحد شويه ديال لا مايونيز وشويه ديال الزيت البنات، صافي خلطت مزيان صافي وشليطه ديالتنا موجوده. يعني المهم داكشي اللي قسم الله البنات في الغدا راكم عارفين، يعني اللي كان صافي كنحطوه صافي. المهم هي الانسان يشبع كرشو وتكون الوجبه اللي هي متكامله وصلات يعني بالله يخلف. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي يا كريم. صافي المهم البنات حطينا من بعد هنايا تغدينا بداك الشيء، يعني كاين هكايا كيف ما كتشوفوا يعني داكشي اللي قسم الله راه حطيته. صافي تغدينا من بعد الغدا البنات عاوتاني نهض نكمل الروتين انايا ما كيحبش عندي هذا الشيء، كنبدا بالليل وكنكمل عاوتاني لغدا ليه بالليل دائما، يعني هذا هو السيستم انا باش غادا. صافي من بعد الغدا البنات نتهكا غادي نصايب واحد الحليوه، حتى جيت فيها واحد 4 ديال البيضات اللي يكونوا شي شويه كبارين، قبيصات الملحه،
واحد الكاسه البنات ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، واحد نص خماره ديال الحلوى، يعني خماره ماشي بزاف غير نص خماره صافي، واحد الفاني على ود الزفاره ديال البيض. هادشي البنات اللي كاين. صافي المهم هاد المكونات طربتهم مزيان يعني حتى تخلط ليا هذاك المزيج مزيان، والبيض الحجم ديالو تضاعف وتقريبا يعني بحال نقولوا تقال. صافي المهم من بعد البنات ما بديت هكا كنطرب في البيض، يعني طربته واحد شويه، عاد من بعد ضفت عليه سكر سنيده، وغادي نضيف عليه واحد الفاني وغنخدمو مزيان. البنات الله يسهل عليكم، اللي كتفرج البنات في الفيديو الله يرحم لكم بها الوالدين، دير واحد اللايك وفضلا البنات ليس امرا، الله يسهل عليكم. صافي المهم كيف ما قلت لكم غادي نصايب هاد الحليوه هادي. المهم هنا راه الفران البنات انا شاعلاه يعني ناقصه عليه، ولكن المهم راه كيسخن. صافي غنبدا نطربها البنات في هذا البيض حتى غادي يولي ليا الشكل ديالو بحال ما هكا. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت صافي، وانايا يعني كنخفق غير بواحد بوجهد اللي هو قليل، يعني هي بالرقم واحد، لان راه في الاول كنت كنطرب بالرقم 5، دابا كنطربها البنات غير بالرقم واحد. صافي المهم غادي يطرب داكشي مزيان. غادي نضيف عليه واحد الكاسه البنات ديال الدقيق، غير كاسه البنات واحد ماشي بزاف، هذه كتجي خفيفه وفي نفس الوقت يعني ما فيهاش دقيق بزاف. كاس ديال الدقيق صافي غادي نبدا نخلط هكذايا غير بالخلاط اليدوي. وبالطريقه البنات باش كنخلط يعني من التحت للفوق بواحد الطريقه اللي غير بشويه، باش هكذايا داك البيض اللي طلع ما يتهرش ليا. هانتوما غتشوفوا الطريقه اللي انايا كندير، يعني كنخلط غير بشويه صافي حتى غادي نكمل داك الكميه هكايا ديال الدقيق. غادي نضيف داك نص خماره اللي قلت لكم. صافي هادشي اللي كاين. المولا البنات انايا درت ليه البابي كويسون ودهنته بواحد شويه ديال الزبده، غير باش منين نبغي نحيد هاد الحلوه يعني من المول دغيا دغيا تحيد، ما تبقاش يعني ما تلصقش ليا. وصافي هادشي اللي كاين. والفران البنات انايا مهم كنشعل عليه منين كنبغي شي حاجه طيب دغيا وما تحمرش، كنشعل من الفوق ومن التحت باش هكا يعني كيطيب، ولكن في نفس الوقت الداخل كيبقى بيض. واخا انايا راه شي شويه يعني تحمرات، لان الفران كان كيسحب لي راني ناقصه، وانا ما كنتش البنات ناقصه، كنت مخلياه كيف ما هو. المهم تحمرات واحد شي شويه ولكن يعني ماشي بزاف، المهم دازت. صافي المهم كيف ما كتشوفوا درتها هنايا في المول، غادي ندخلها طيب، غادي نخليها المهم تقريبا شي ربع ساعه. البنات هنايا غادي ندوز غادي نصايب واحد هكذايا لا كريم. هنايا درت كريم شونتي واحد العلبه، وغادي نضيف عليها البنات كاس ديال الحليب بارد، وواحد العلبه ديال الياغورت هذاك اللي بالنكهه يعني ديال اي فاكهه. المهم انا يا اما كندير المذاق ديال لا طاخت او سيترون، ولا كندير هكذايا ديال الاناناس. انا في هاد الحلوه دايره هذاك الياغورت ديال الاناناس، كيكونوا فيه الطريفات البنات، يعني ماشي غير النكهه وصافي، ولكن كيكونوا فيه حتى الطريفات. صافي المهم خلطت هاد الكريمه هادي مزيان يعني حتى هكايا تخفقات وطلعات، واخا راه ما طلعتهاش يعني بزاف، ما جاتش قاصحه، بقات خفيفه، يعني ماشي كاع نطلعها بحال غادي نصايب بحال غنصايب لا باتيسري الا. المهم راها بقات خفيفه. عرفتي البنات هاد الحلوه كتجي رائعه، كتجي خفيفه وكتجي رطبه بحال الزبده. صافي المهم هنايا طربت هاد المكونات يعني مزيان حتى حصلت على واحد الكريمه. البنات من قبل ما يعني قبل ما نخدم هاد لا كريم راني كنت دايره واحد الكاسرونه فيها كاس ديال الماء وواحد 3 المعالق ديال السكر سنيده، درتهم فوق البوطه غلاو مزيان صافي وخليتهم كيبردوا. هذاك هو السيرو باش غادي نسقي انايا هاد الحلوه هادي، راها كتجي البنات لذيذه وكتجي زوينه بزاف. صافي المهم على هاد الشكل هذا. هنايا البنات من بعد ما يعني هكايا بردات لي الحلوه وكل شيء كيف ما كتشوفوا راه جات شويه محمره، ولكن كيف ما قلت لكم ماشي مشكل، يعني راه دايزه ما محروقاش غير تحمرات وصافي. قسمتها هكايا من النص وغادي نديرها في داك الطبيصل اللي هو يا قدامي، وغادي ندير البنات واحد المول. غادي ندير المول باش هكايا نقدر يعني نقادها وانا مرتاحه، ما غاديش نخاف يعني يخرج ليا داكشي من الجناب ولا. المهم نتوما تشوفوا البنات معايا الطريقه. صافي المهم قطعتها هكذايا من النص وضعتها في داك الطبيصل اللي هو قدامي. صافي درت ليها المول ومن بعد البنات عاد باش سقيتها، يعني سقيتها بداك السيرو اللي قلت لكم. صافي عاد باش كملت التحضيرات ديالها. انايا هنايا البنات عندي هاد المول، ولكن منين كنديرو هكذايا في اللاطه اولا كنديرو
يعني في شي مول اخر كيبقى شي شويه بحال عوج، كيبقى لديك كيبقى مهزوز. يعني الا خويت فيه هكايا الخليط ديال الكيك ولا ديال شي حاجه غادي يسيل ليا من الجناب. صافي كنفضل انني ندير هكذايا المول ولا ندير شي جميله حتى كنطيب هكذايا الكيك، عاد من بعد كنكمل التزيين هكذايا بهذا المول كنديرو صافي. هادشي اللي كاين. المهم راني مديبانيه راسي قضيه حاجه وصافي. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا يعني زيرته صافي. هنا غادي نسقيه مزيان كيف ما قلت لكم بداك السيرو. غادي نسقي داك الطبقه الاولى، غادي نخوي عليها تقريبا النص ديال داك الكميه ديال الكريمه غنخويها. وهانتوما غتشوفوا البنات الكريمه راه ماشي ثقيله، راه الكريمه خفيفه باش هكايا غادا يعني حتى هاد الكيك غادي يتشرب ليا داك الكريمه. هنايا كيف ما قلت راه يعني مهم راه كتجي البنات الصراحه راها ساهله ساهله بزاف، وفي نفس الوقت كتجي فيها واحد اللذة واحد البنه. انا البنات دابا تشوفوني اشنو درت، لان في الوقيته الصراحه اللي انا قطعتها كان البنات جاني الجوع. ماشي جاني الجوع البنات ديال بصح صافي. وانا بديت بها قبل ما نجلس صافي. المهم قاديتها البنات على هاد الشكل هذا. كنقاد الجنيبات هكايا كنعمرهم باش الا كانت شي فراغات ولا شي حاجه تعمر. الكريمه راه كتشوفوها راه ماشي يعني ثقيله بزاف، راه الكريمه سائله. يعني طلعتها ولكن ماشي بداك الطريقه باش كنصايبوا الباتيسري. صافي عاود درت الطبقه الاخرى غادي حتى هي نسقيها. يعني راه الفيديو البنات راه باين راه شارح نفسه. صافي غادي نكمل داك السقوه ديال داك السيرو اللي كان بقى عندي هنايا راه كنت نسيت. عاد نتفكروا من بعد. صافي غادي نكمل داك الكميه اللي عندي. عاد من بعد البنات غادي نخوي لها داك الكريمه اللي بقات غنخويها فوق منها. غير هي البنات شحال ما بردات يعني شحال ما بردات البنات كتجي بنينه. من الاحسن انا يعني درتها ودخلتها هكذايا للمجمد تقريبا واحد الساعه ولا ساعه ونص ديال المكانه. شدت راسها مزيان عاد كملت ليها البنات التحضير ديالها صافي. المهم على هاد الشكل هذا خليت تما في داك البول خليت غير واحد شويه تقريبا نجيد واحد 2 معالق هما اللي خليت. انا راني كنقاد فيها هكا باش يعني كتجيني مقاده من التوجيهه. صافي وغادي نخشيها هكا في مجمد. غنغطيها ونخشيها في مجمد. هنايا البنات عندي واحد 2 ديال البيضات غادي نديرهم بكلشي ليهم يعني البيض مع الصفر. غادي ندير 2. غادي ندير واحد الكاسه البنات ديال العصير د الحامض اللي كيعجبو الحامض. اللي ما عندوش البنات بزاف مع الحامض غادي يعصر حامضه والكماله ديالها غيكملها بالماء. ودرت كاسه البنات ديال السكر سنيده. انا هنايا هادي راه غير الحامض ما ديرش معاه الماء، لان انا الصراحه عزيز عليا هكا الحامض كيعجبني. ومول الدار عاوتاني كيحماق على شي حاجه سميتها الحامض. انا ما زدتش فيه الماء يعني عصرت تقريبا واحد 2 حامضات عطاوني داك القياس هما اللي درت. غادي نخلطهم مزيان يعني الحامض مع السكر مع دوك البيضات غادي نخلطهم مزيان. من بعد البنات غنديرهم فوق البوطه وغنبقى نحرك البنات ما غاديش نحبس من التخلاط. يعني هما راه فوق العافيه كيف ما كتشوفوا. وانايا كنخلط ما كنحبش يعني يدي ما كتزقاش من داك التحراك حتى كتعقاد. ملي كتعقاد غادي يوليو عندي شي شويه بحال فقاعات. غتولي هذا الخليط غيولي كيف ما كنقولوا بحال كيبقبق بهذا المعنى. كيبقبق البنات بهذا المعنى هذه ما لقيتش لها شي حل اخر. غتولي كتبانوا لا فقاعات هكايا يعني كيصايبوا. عاد غادي نحيدها من فوق البوطه وغادي ندوزها نيشان. غندير صفايه وغادي نخوي داك الخليط فواحد الزليفه صغيره. وانا دايره الصفايه باش البنات الا كانوا شي تاكتولات غيبقاو ليا في الصفايه ما غاديش يهبطوا ليا لداك الزلافه. هنايا صافي من بعد ما كملتها غادي نغطيها بواحد السلوفان. غنغطي السلوفان البنات غادي المهم السلوفان غيقيس ليا الوجه ديال هاد الكريمه. شوفوا البنات الكريمه ملي كندوز يعني يديا راه كتفرق يعني صافي راها مزيانه. غادي ندوز هذا نغطيها بواحد السلوفان غادي يكون البنات قيس الوجه ديالها. غادي حتى هو غادي نوضعه في المجمد باش يبرد ليا. انا هنا ما كانش البنات عندي الوقت يعني هنايا راه الوقيته فاش انايا هكايا كنصايب راها تقريبا واحد شي 7:30 بحال هكاك ولا. يعني نتوما الا درتوها هكا بكري ديروها غير في الثلاجه وخليوها تبرد على خاطرها. صافي من بعد ما خشيتو هكايا في المجمد تقريبا كيف ما قلت واحد الساعه المكانه ولا المهم نص ساعه. على يعني ما جبدت الحلوه راه كانت هنايا صافي شدات راسها مزيان. غادي نجبد هذاك
لاصوص اللي درناها ديال الحامض حتى هي. هنا غادي نحيدها البنات المول. داك الكريمه اللي كنت خليت 2 معالق ولا هكايا 3 غير واحد شويه، غادي نبدا نهزها البنات بالظهر ديال المعلقه، وغنبدا نليسي دوك البلايص اللي بقاو هكايا عريانين ما فيهمش الكريمه، غير باش نغطيهم ما يبقاوش ليا هكا كاين بيض وصافي. هادشي اللي كاين. غادي ندور عليها كامله حتى غادي نكمل، يعني غنكمل الحلوه ديالتي كامله هكذايا، غنليسيها من الجناب باش داك يعني الكيك ما يبقاش باين. وعاد البنات من بعد غادي نجيب داك الكريمه الاخرى يعني ديال الحامض، غادي نطربها مزيان هكذايا بيدي، غادي نطربها حتى غادي تتخفف واحد شويه. حتى البنات منين غادي تخشيوها في يعني في المجمد، غدير شي شويه بحال عقدات بحال شدات راسها. طربتها هكايا مزيان، خلطتها واحد شي شويه صافي. دابا المهم وضعتها هكايا يعني فوق من الحلوه، كندير هكذايا شويه 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 باش منين كنبغي نليسيها كتجيني البلايص كاملين راه فيهم داك الكريمه. هنايا البنات كنت كندير غير المعلقه. من بعد البنات غادي ندير الموس. انا عندي الغرض بداك الكريمه الفوقانيه تهبط ليا على الجناب ديال الحلوه كامله، يعني هكا راه غادي نكمل البنات داك الكميه اللي عندي في السلافه غادي نخويها كامله باش هكايا غادي تهبط ليا على الجنيبات هكذايا ديال الحلوه. وغادي نجيب واحد يعني واحد السكين اللي هو شي شويه كبيبر، وغادي نحاول انني نليسي داك الوجه ديالها باش داك الزائده البنات ولا داك الفائض اللي كان باقي هكذا فوق الحلوه غادي يهبط ليا مع الجناب. صافي البنات من بعد هكايا ملي كتكملوا يعني التزيين كتزينوا نتوما باش ما كان عندكم. انا هنا في الصراحه كان عندي واحد شويه ديال اللوز ايفيلي، ولكن فينا بلاصه كنت حطيته والله ما عقلت. صافي المهم كملت ليها هكايا التزيين ديالها، هبطت داك الكريمه على دوك الجنيبات، ضفت ليها واحد الاضافه يعني اللي هي ساهله. من بعد البنات ما عاودت رجعتها البنات عاوتاني للمجمد واحد شويه، يعني هكايا على ما وجدت انايا على ما وجدت هكذايا قهوه وحليب ووجدت الكاسكروط. رديتها هكايا للمجمد عاوتاني. المهم شدت راسها واحد شويه داك الكريمه يعني بحال كتقبط هكذايا راسها. صافي من بعد البنات خرجتها، درت ليها واحد الاضافه كيف ما قلت ديال هكا لي طرونش ديال الحامض لان راه فيها الحامض. درت هكذايا لي طرونش ديال الحامض وصافي البنات. هذا هو تزيين انا اللي درت ليها. ممكن انكم ديروا هكذايا اللوز ايفيلي اولا اللوز هكايا مهرمش في الجنيبات ولا تخليوها هكا، ماشي مشكل. انا ما غادي يجي عندي حتى شي واحد، يعني غير انا ومول الدار اللي غادي ناكلوها. صافي اكتفيت غير بداك لي طرونش ديال الحامض وصافي. ولكن البنات راها كتجي لذيذه، كتجي رائعه. شنو هي رائعه البنات؟ رائعه يعني بمعنى الكلمه، كتجي رطبه. هنايا المهم انا كنقطع البنات معكم هكذايا واحد الطريف يعني باش تشوفوها كيفاش جات وكيفاش دايره حتى من الداخل. كيف ما قلت لكم راها كتجي رطبه عتي البنات، راها بحال الزبده يعني كتهبطوا هكذايا الموس اولا كديروا المعلقه، الطريف كيتبعكم نيشان. انا في هاد اللحظه هادي والصراحه البنات انا تنقولها شي في هاد اللحظه انا المهم ماشي هانتوما غتشوفوا ماشي كنت كنذوق، انا كان فيا الجوع. هادشي اللي كان دابا كنصور معاكم البنات راه كان 9:30 ديال الليل. كان جاني الجوع منين تغديت، يعني راه جاني الجوع. صافي بديت كناكل، بديت كنقضي الغرض. ولكن البنات راه الصراحه تستاهل التجربه وتستاهل انكم يعني تجربوها وتشوفوها كيفاش دايره. المهم البنات ما تنساونيش من واحد اللايك، الله يسهل امركم. وحتى لهنا غادي نقول لكم خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد باذن الله. بسلامه عليكم.